الراجل ده زوجته توفت وكان معاه منها ابن، وبعد ما توفت بفترة طويلة قرر انه يتجوز، فجاب عروسته الجديدة وراح على البيت وقال لابنه: حبيبي انا جبت لك ماما جديدة. فهنا الست راحت للولد وقعدت جنبه، قالت له: من النهاردة انا هجيب لك العاب كتير وهعمل لك كل الاكلات اللي انت بتحبها. فهنا قال لمراته: ممكن تجيب لنا فاكهة انا والولد؟ فقالت للولد: هجيب لك احلى فاكهة، استناني هنا وراجع لك حالا. الاب قعد مع ابنه وقال له: ايه رأيك في ماما الجديدة؟ انا اتجوزت مخصوص علشان خاطرك، وصدقني هتبقى ليك ام. قال له: يا بابا انا مبسوط جدا طول ما انت مبسوط. هنا مراته جت وجابت معاها الفاكهه وادت الفاكهه للولد. في اللحظه دي تليفونه رن، طلبوه في الشغل، كانوا عاوزينه ضروري جدا. فهنا قال لمراته: انا مضطر انزل، عاوزك تاخدي بالك من الولد. هنا قال للولد: مش عاوزك تزعل ماما وعاوزك تسمع كلامها. مجرد ما خرج من الباب الست اتقلبت على الولد واخدت من ايديه الفاكهه وقالت له: انت فاكر ان انا هدلعك؟ انت من هنا ورايح مش هتاكل الا بحساب، وبعدين البيت محتاج يتنضف، قوم نضف البيت. فاختها جت قعدت جنبها، قالت لها: انا شايفاكي حنينه قوي على الولد، بكره وبعده هتخلفي والولد ده هيشارك ولادك في مصاريف البيت وفي كل حاجه. قالت لها: انت عبيطه، ما انا عامله حساب ده، انا هخليه يحبني اكتر من كده، وهسلطه على الولد وهخليه يرميه في دار ايتام او يسيبه يعيش في اي مكان. اللحظه دي جوزها نسي حاجه في البيت، فرجع فسمعها وهي بتتكلم مع اختها وبتقول لها الكلام ده، ووقف استنى شويه على الباب. الولد كان عطشان فراح لمرات باباه وقال لها: يا ماما انا عطشان. قالت له: عطشان ايه؟ مش لما تخلص الشغل اللي وراك؟ هو انت مش فالحه غير في الاكل والشرب بس ولسه هتضرب الولد؟ هنا دخل البيت وقال لها: ايه اللي انت بتعمليه ده؟ قالت له: انت فاهم غلط، ده احنا كنا بنلعب مع بعض. قال لها: بتلعبي ايه؟ انا سمعت كل حاجه. قالت له: لا انت مش فاهم حاجه، وبعدين انت عارف انا طيبه وحنينه. قال لها: بالعكس، ده كل حاجه ظهرت وعرفت قلبك الاسود والنيه اللي انت ناوياها وخطتك. لعلمك انا اتجوزتك علشان الولد ده مش عشان حاجه تانية، وانا مستعده اضحي بعمري كله علشان ابني. اتفضلي خروجي بره انت واختك. وطردها من البيت. هنا قال للولد: انا مش عاوزك تزعل ولا تخاف من حاجه ولا تخاف من حد، طول ما انا عايش وموجود مش مهم ان يبقى معاك اي حد تاني، انا هعوضك وهبقى امك وابوك في نفس الوقت. رساله لكل زوجة اب: افتكري ان الطفل اللي في بيتك ده مش عدوك، ده امانه في رقبتك، لو رحمتيه ربنا هيبعتلك اللي يرحمك، ولو قسيتي عليه الايام هتدوقك نفس القسوه. صلوا على النبي في التعليقات.